بلشنا حملة محاضرات مشان كل الكومينات والمجالس والمؤسسات بخصوص مجزرة باريس، يعني استشهاد أو قتل الرفيقة ساكينة جانسز، ليلى شيلمز وفيدان دوغان. هالثلاث رفيقات نعرف عليهم، يعني هذول الساكينة هي رفيقة من مؤسسات حزب العمال الكردستاني، يعني من أوائل من السبعينات لهلا. هي كانت مع القائد عبد الله أوجلان وكل الرفاق الثوريين اللي أسسوا حزب العمال الكردستاني من عام 1978، وشاركت بالنضال الثوري لمدى عقود من الزمن، يعني بعشرات السنين ناضلت وكافحت مشان حقوق المجتمعات، مشان على رأسها حقوق المرأة بكل المجالات. طبعا هي كان كل هدفها وخيالها بناء امرأة حرة صاحبة إرادة قوية، تعرف تحمي حالها، تحمي حقوقها، وتحمي عائلتها مجتمعها، ولا تكون هي تستاهل انه تكون امرأة تدير المجتمع وتكون قيادية قوية. طبعا نحن كلياتنا هلا عبر بعد استشهادها وقبل ما الرفيقة الشهيدة ساكنة كمان تستشهد، كتير مقاتلات، كتير ثوريات، كتير مناضلات، قياديات كانوا في حركة الحرية، هن كل هدفهم انه يحققوا الحرية، يحققوا الديمقراطية، يحققوا العيش المشترك، العيش الكريم للمجتمعات المضطهدة، اللي حقيقة هالمجتمعات كانت مستغلة من قبل الحكومات السلطوية، من قبل الأنظمة الاستبدادية اللي كتير آلمت الشعب، خلقت مآسي، خلقت مجاعات، خلقت كتير أوجاع على رأسها للمرأة. يعني عندما يخلقوا حرب أو يسوي حرب أو ينظموا حروب بين الشعوب، اللي تدفع الثمن الكبير هي المرأة. لما يسووا مجاعة لشعب معين، اللي تتألم من هالمجاعة هي المرأة. اللي يعملوا هجرات وحروب للشعب كله يتفتت، كل واحد يروح لجهة، كل واحد يهرب من وطنه، اللي تتحمل هالوجع هذا كله هي المرأة. اللي تفقد ابنها هي المرأة، اللي تفقد أخوها وزوجها هي المرأة. كل هالآلام والمآسي يعني نصيب المرأة من هاي السياسات، من هاي الأنظمة هي المرأة. مشان هيك هذول ساكنة مثلها مثل كل رفيقاتها اللي استشهدوا قبلها واللي استشهدوا بعدها. هي كانت مناضلة من الدرجة الأولى، طالبة جامعية من ديرس قرية هونجلي. كانت يعني أول طلعتها كشابة جامعية عم تدرس، عرفت الحركة الثورية، صار معها تناقضات براسها، يعني دائما تقول إنه يعني ليش ما في حق، ما في عدالة، ما في مساواة، ليش حق المرأة مهضوم، ليش حقوق الشعوب مهضومة، ليش في ظلم، في ديكتاتورية. الحكومة التركية كانت ولا زالت لهلا حكومة كتير تعسفية، حكومة أو نظام كتير استبدادي. لازم الكرد ما يحكوا بلغتهم، لازم الكرد ما يعيشوا بطريقتهم، ما يمارسوا ثقافتهم، ما يمارسوا عاداتهم تقاليدهم. هذا ساكنة، والرفيقة ساكنة كانت رفيقة علوية. هونيك كل واحد علوي هو مضطهد، كل واحد علوي لازم ما يمارس عاداته وتقاليده، شعائره القومية أو المذهبية أو الدينية، مثلهم مثل كل الموجودين بالدولة التركية، حتى الأرمن، حتى السوريان، حتى الكرد. يعني ما كانوا بيعطوا حرية لأي، لا قومية، لا طائفة، لا مذهب، إنه يمارس حريته، يمارس حقوقه، يمارس أعياده، صلاته، صومه، أعياد الوطنية لهم، القومية، كلياتها لازم تحت نظام العلم الواحد، اللغة الواحدة، الحكومة الواحدة، يعني اللغة الواحدة. مثلا بالدولة التركية ومثلها مثل كل دول الشرق الأوسط
هلا بسوريا مثلا في كتير قوميات، في كراد، في عرب، في مسيحية، في سريان، في يزيدية، في سني، في شيعي، في اسماعيلي، في درزي، في كتير من التنوع الثقافي الموجود بتركيا. بدول اللي احتلت كردستان بشكل عام، هي تحمل كتير ثقافات، كتير حضارات، ولكن آنذاك يعني بهذيك الأيام يوم اللي هبال ساكنة وكل رفاقها ورفيقاتها اللي انضموا للثورة كانوا بيعيشوا تناقض كتير كبير. إنه ليش لازم نحن ندرس حصرا باللغة التركية؟ ليش نحن كراد ولازم انجبر علينا اللغة التركية؟ مثل هلا في مثل ما قلت في كتير تنوع بسوريا، فرضوا علينا اللغة الواحدة، اللغة العربية. الدين الواحد لازم تكون مسلم، لازم حصرا تكون سني. طبعا ليش يعني استهدفوا هبال ساكنة ورفيقاتها؟ لأنه كانوا ناشطات حقوقيات سياسيات بباريس، بيناضلوا مشان حقوق المرأة وحقوق الشعب الكردي والشعوب المضطهدة. طبعا يعني كثير من اللي يمكن الرفيقات شافوا أو سمعوا أو حتى قروا عن رفيقة ساكنة ذات الشعر الأحمر، رفيقة رقيقة جدا، كل أحاسيسها، كل تقاربها للمجتمع، للحياة، للثورة. طبعا اعتقلت هبال ساكنة بالسجون التركية، وبالسجن قامت بمقاومة عظيمة هي وكل المعتقلين السياسيين في سجون آمل ديار بكر. خاصة هبال ساكنة اعتقلت على يد الأنظمة التركية، عانت الويلات بهاي السجون، أشد أنواع التعذيب وأشد أنواع التجريد، مثل ما هلا عم يعملوا التجريد على القائد ويعملوا تعذيب نفسي للقائد. فكانوا بيسكروا الطريق أمام تقدم الثورة، أو حتى أنه كانوا بيخافوا من أي امرأة عرفت حالها وتعرف شلون تعمل أو تنضم لثورة مجتمعية، هي حزب العمال الكردستاني، اللي كان نصابها على قوة الشعب. يعني ما كانت ثورة من الأغنياء أو حتى من المؤسسات أو حتى من العشائر، أو حتى كانت ثورة شعبية بحتة وتناضل لأجل حرية المرأة وحرية المجتمعات. وطبعا هبال ساكنة أخذ دور كتير كبير بالثورة وبمقاومة السجون، وكمان شاركت بتأسيس مجلة تاريخ كردستان، هي اللي تعرف عن كردستان والقضية الكردية. كان هذا شيء عظيم بالنسبة لامرأة بهداك الوقت بالسبعينات يعني، وأفرج عنها بالتسعينيات من القرن هذا. وبعد الإفراج عنها كمان راحت على جبال كردستان وكملت نضالها ورافقت القائد كتير، وعندها كتب وعندها مشروع لحرية المرأة، وكان كل خيالها أنه المرأة تتحرر من القيود المجتمعية. يعني هبال ساكنة كانت تعيش بتناقض كتير كبير، إنه في حقوق للرجل ما في حقوق للمرأة، في حكومات عم حتى بقوانينهم بدساتيرهم ما في حقوق للمرأة. مثلنا هلا نحن عند الحكومة المؤقتة بالدستور تبعهم ما في أي مكان للمرأة، فنحن ما بنقبل هيك حكومة تجي واجت بعدها أخرب من النظام البعثي مثلا. فحتى هلا بتركيا في ممارسات سياسية قمعية ومشاريع إبادة على الشعوب هونيك. يعني مو هلا مجازر سيفو صارت بتركيا على السوريان، مجازر الأرمن، مجازر اليهود، مجازر الأكراد بديرسم، وكتير ثورات كردية قامت كمان صار في قمع إلها ولا زالت مستمرة. هالمرة إذا ما عملت إبادات عملت إبادات أو حتى بالأسلحة الغازية ضربت بجبال كردستان، بمتينة، بحفتانين، ولهلا عم تستمر بعدم سماح إنه مشروع سوريا ينجح وإنه اللامركزية تنجح بسوريا. لهلا تركيا تتداخل بالشأن السوري وكتير شؤون كتير دول محيطة بها، وكمان عندها
حتى أنه القائد أطلق عملية السلام، بس هو للأسف لهلا حزب العدالة والتنمية، حزب أكفي، ما بيمشي خطوة لناحية هذا السلام اللي أعلن عنه القائد، وبيستمر بالتلكك أو بصنع صعوبات لا مثلا تصير حالة الصلح بين القائد أو الحزب وحكومة تركيا، ويصير فيدان دوغان نحكي عنها. طبعا فيدان هاجروا لأوروبا وكانت تشتغل هونيك كمان بمجال حقوق المرأة، ولكن كمان هي اغتيلت على يد الاستخبارات التركية مع الرفيقة ساكنة جانسر. كمان أظل طبعا هي كمان كانت عضوة بالمؤتمر الوطني الكردي بأوروبا، وكانت ناشطة وكانت حقوقية لأجل حقوق المرأة. معها الرفيقة ليلى شالامسكا، ولها كلمتها ولها وجودها ولها إرادتها بالمجتمع، وخاصة من النواحي السياسية، من النواحي الثقافية، من النواحي التنظيمية، العسكرية، الدبلوماسية، وكل النواحي بيخافوا من المرأة القوية. لهيك نحن باسمنا وباسمكم نندد بهاي المجزرة، وندد أو استهداف أي امرأة وين ما كانت، حتى بالمجتمع لما الرجل يقتل امرأة هي تعتبر نفس المؤامرة اللي بتصير على رفيقاتنا القياديات، لأنه أكيد هاي المرأة ببيتها ما قبلت الظلم وما قبلت الظلم اللي بيجي عليها، ورفعت صوتها لحتى تواجهت بالقتل. يعني ما في اختلاف بهالمنطق انه المرأة تقتل لأن صوتها صوت الحق، وصوتها قوي لأنه صوتها أو إرادتها عم تقوى يوم بيوم وعم تناضل يوم بيوم. لهيك تجابه بالقتل، تجابه بالإبادة أو المجازر اللي تقوم على رأس النساء. أي شيء غلط. تمام.